نحن عندنا في الإسلام إنه لازم البنت تغطي وجهها، عشان في القرآن ربنا يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن. خمرهن يعني المهم الغطا حقهم، الغطا اللي يلبسوه يغطوا بيه وجههم. على يعني هو أهم شيء إنه في اللبس حق الحجاب، أهم شيء إنه هو يكون ساتر يعني لجسم الحرمة البنت يعني، وما يكون يفصل جسمها. طيب، ويكون يعني يغطيها يعني ويحميها، هذا أهم شيء. على حكاية وهرجة الأبو يعني، في بعض الناس يفرضوا عليهم شيء معين، في بعضهم لا، يعني على حسب كل شخص. أنا وأنت نعرف إنه الناس كلهم ما هم زي بعض، والناس كلهم اليوم عندهم أفكارهم ومعتقداتهم واختياراتهم، وبناء على ذلك هم حيختاروا. بس نحن يعني في العادة عشان هو شيء يعني متعارف، يعني هو شيء يعني أكيد يعني لما أكبر يعني أنا حلبس حجاب، يعني هذا هو الشيء اللي يعني المعروف، وهذا هو الشيء اللي نحن تربينا عليه. ما حيكون يعني شيء غريب، أو هو أصلا ما هو شيء يعني نقعد نفكر فيه له يعني فترة طويلة إنه كيف وليش يعني ما أدري شكله. لا، هو شيء خلاص يعني معروف إنه لما تكبري خلاص البنت حتبدأ تلبس حجاب، حتبدأ تلبس عباية من يوم ما هم صغار يعني، بس يعني مو مرة صغار يعني، كده قولي ابتدائي شيء زي كده. المهم يبدأوا يعني يعلموا البنت كيف تلبس عباية وطرحة، شيء يعودوهم عليه من هم صغار.